علقت جبهة البوليساريو على اللقاء للي جمع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء ستافان دي ميستورا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة بالرباط يوم الجمعة الماضي. وعقبت جبهة البوليساريو على بيان وزارة الخارجية المغربية بعيد اللقاء، والذي أكدت فيه تذكير الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر 2022 من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. واتهمت جبهة البوليساريو المغرب بموجب البيان بالسعي لإجهاض الحل السلمي لنزاع الصحراء وعرقلة عمل المبعوث الشخصي، مشيرة لشرط انخراطها في العملية السياسية، مشددة في معرض ردها على عدم انخراطها في أي حل غير تقرير المصير.